في الفيديو النهاردة هقولك ازاي تتخلصي من الكراكيب والمخلفات الشهرية بتاعة مطبخك وتكسبي منها فلوس كمان. وقبل ما نبدأ وكالعادة نصلي ونسلم ونبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحلى إخوات وأجمل مامز في الدنيا كلها، وحشتوني من آخر فيديو كنا فيه مع بعض. تابعي الفيديو للآخر وإن شاء الله تستفادي، وما تنسيش اللايك الجميل بتاعك، ولو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والقناة تنور بيكي، وبشكركم جدا من جوه قلبي على تعليقاتكم الجميلة. ويلا بينا نبدأ الفيديو. عارفة كمية المخلفات والكراكيب اللي بتطلع من كل بيت كل شهر، وبنعتبرها أعزكم الله زبالة، وبنرميها زي أزايز المية أو أزايز الزيت وعلب الشامبو والسكين كير والمنظفات، وكمان الكنز، وكمان بيبقى عندنا كرتون أو كراتين مش محتاجينها، أو جايبين حاجات ومفضيينها من الكراتين، وكمان قارورة المية المعدنية، في كمان الكتب اللي مش محتاجينها اللي دايما مكركبة المكتب او غرفة اولادنا او الادراج وملهاش اي لازمة، كتب السنين اللي فاتت او كتب قديمة عندنا مش محتاجينها، والورق وورق الجرايد. كل الحاجات اللي قلتلك عليها دي كنز بالنسبة لربة المنزل. ازاي نجيب منها فلوس؟ هقولك حالا. كل دي كراكيب في البيت اولا بتجيب طاقة سلبية، بجانب كمان انها بتلم حشرات، فلازم نتخلص منها اول باول، وفي نفس الوقت تستفادي منها ويدخلك منها فلوس. هي اي نعم مش كتير، ولكن بتساعد برضو بدل رميهم في الزبالة. كل ست بيت مننا عارفة استهلاكاتها ومستهلكاتها الشهرية من ازايز الزيت او ازايز المية او علب الشامبو او المنظفات، او مثلا لو جايبه حاجه في كراتين. ومن الطبيعي اللي بيفضى بنرميه على طول في الزباله. وعايزه اقول لكم في كتير مننا كستات بيوت بيحب يحتفظ شويه باي حاجه، سواء علب بلاستيك او ازايز او برطمانات صلصه او مربى، اي حاجه بنحب نحتفظ بيها وبنعيد استخدامها من تاني، ونركن بقى ونكركب ونشتكي ليه المطبخ مكركب والأرفف مليانة حاجات ملهاش لازمة على بعضها، مش عارفين نوديها فين. فياريت بلاش الكركبة في المطبخ خالص، خليه منظم ونضيف. الكراكيب عامة بتعمل طاقة سلبية في البيت كبيرة جدا، صدقيني. طيب هقولك ازاي تتخلصي من كل المخلفات دي والكراكيب دي وفي نفس الوقت يجيلك منها فلوس. موجود في مصر الجديدة مبادرة جميلة جدا، عبارة عن أكشاك بتاخد كل الكراكيب والمخلفات دي بفلوس، بتاخدها منك وبتديكي المقابل بتاعها، وكل حاجة وليها سعرها. وعلى فكرة يا حلوين، الفكرة دي منتشرة في أمريكا ودول أوروبية كتير، بينفذوها بطريقة حلوة وشيك وطريقة محترمة، وكمان بيساعدوكي ازاي تفصلي المخلفات عن بعضها، يعني البلاستيك الشفاف مع بعضه والبلاستيك الناشف برضو مع بعضه والكراتين لوحدها والكتب لوحدها. يعني فصل المخلفات دي منتشرة بره من زمان. فالأكشاك اللي هنا بتحاول توصلنا للفكرة دي، إننا نفصل كل حاجة عن بعضها، نتخلص منها بطريقة نظيفة بمقابل مادي، ونحافظ على بيوتنا نظيفة، وفي نفس الوقت نحافظ على البيئة بتاعتنا. طيب بالنسبة للكشك اللي تبع المبادرة دي، أكيد طبعا الناس القريبة من مصر الجديدة وجسر السويس أكيد عارفينه. أما بالنسبة للناس اللي مش عارفينه، هو في شارع اسمه شارع الشيخ أبو النور، جنب كلية التربية وجنب مدرسة الطبري الإعدادي. الشارع الطويل ده بيخرجني على جسر السويس اهو زي ما انتم شايفين، وهتمشى ربع ساعة كده هبقى في محطة مترو سرايا القبة. لكن لو رجعت لورا وبصيت ورايا كده انا رايحة على مدرسة الطبري الإعدادي ومجمع المطاعم وروكسي والخليفة المأمون ومصر الجديدة. في واحد هنا وفي واحد تاني عند شركة المية في ميدان المحكمة مصر الجديدة. تمام. فأي حاجة عندك في البيت تقدري تجمعيها
وتقدري تروحي تبيعيها. وعلى فكرة انا شفت ستات محترمة نازلة من عربياتها وفاصلة كل حاجة عن بعضها في شنطة ونزلت تبيعها عادي خالص في الكشك. ده مش عيب ابدا، بالعكس انتي كده بتحافظي على بيتك وعلى البيئة. وزي ما قلت لكم الدول المتقدمة بره بتعمل كده. وكمان عايزة اقول لكم ان الوقت ده محتاج اننا نستفيد من كل حاجة واي حاجة تساعدنا باي قرش في البيت. انا حاولت اصور على قد ما اقدر. بياخدوا هنا كمان الكنز زي ما انت شايفة، والبلاستيكات، وكمان الزيت المستعمل، والكراتين والكتب والورق، والألومنيوم والحديد والنحاس. يعني لو عندك حلل أو طاسات ألومنيوم بتوديها وبالوزن وبيوزنوا كل حاجة وكل حاجة وليها سعر. وعايزة أقولك إن الأسعار كمان مش ثابتة، ممكن في يوم بترفع ويوم تاني بتنزل. كل الحاجات الصلبة والبلاستيكات زي ما انت شايفة بياخدوها. مكان محترم، مكان آمن، بيتكلموا معاكي بكل احترام. تقدري تروحيه لوحدك كل شهر او الوقت اللي تحبيه براحتك. بجد فيديو هتستفيدي منه جدا. يلا قومي بقى، اي كراكيب ومخلفات عندك اتخلصي منها، حطيها في شنط وافصلي كل حاجة وخلي المكان عندك نضيف على طول. وكمان اتخلصي من الطاقة السلبية. العنوان تاني: شارع الشيخ أبو النور بجوار الطبري الإعدادي أمام مجمع المطاعم. وفي الفرع التاني شارع أسوان ميدان المحكمة أمام شركة المية، منفذ شراء المخلفات الصلبة. يعني عايزة أقول لكم الموضوع عادي وبسيط ومنتشر في دول العالم. يعني ما تتكسفيش وتكسلي وتقولي لسه هروح ومحرجة. لا، دي فرصة لنظافة وتنظيم بيتك وكمان مكسب ليكي. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو حاجة بسيطة. يلا بقى لايكات وشير على قد ما نقدر علشان الكل يستفاد. ولو أول مرة تشوفيني، دي قناتي مامز تشانل، اشتركي فيها وفعلي زر الجرس ودوسي على علامة الكل علشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.